السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبيباتي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. النهاردة معانا بقى حاجة حلوة قوي، وهي صينية العشاء بتاع العروسة. عقبال اولادكم اجمعين يا رب العالمين، ويفرحنا باولادنا جميعا يا رب، اللهم امين. هنعملها بقى زي المطاعم بالظبط، ولا نقول مش عارفة ايه، ولا نجيبها منين. احنا في البيت هنعملها وبأحسن طريقة وانضف طريقة. معانا طبعا جوزين حمام، منضفينهم وغسلينهم كويس وحاشينهم. طريقة الحمام بالتفصيل على القناة، للي حابب يشوفها يرجع ليها. اشهى طريقة حمام ممكن تاكليها بصراحة، مش عشان انا اللي عاملاه، لا، علشان هو فعلا كده. انا دقت اكتر من حمام من طعم ما عجبنيش. هنا بقى هنعمل الرز البسمتي. جبنا بهارات الرز البسمتي من عند العطار، شوية زيت حلوين كده، وهنحمرهم فيها لحد ما تطلع ريحتهم. هننزل عليهم بالرز ومكعبين مرق دجاج. برضو انا عامله الطريقه على القناه اللي حابب يرجع ليها، بتوع مرق الدجاج. كل كوبايه من الرز طبعا لها كوبايتين من الميه. هنسيبهم يغلوا كده شويه لحد ما يشربوا، ونهدي عليها النار، وبعدين نسيبها تستوي مع نفسها. هي كده بعد ما استوت، انا جايبه صينيه من صواني الالومنيا اللي هي الورق محمل، عشان نحطي عليها الرز وتشيل اللي احنا هنحطه عليها. فردنا حبة الرز اللي احنا عملناهم على الصينية بالشكل ده، وحاولنا ان احنا نسويها. حابة تعمليها على شكل هرمي شوية او اعلى شوية من كده، ممكن تعمليها وترصي الحاجة حواليها، او ممكن تعمليها بالطريقة اللي انا عاملاها دي وترصي برضو الحاجة حواليها. هنجيب الحمام ونوزعه كده، كل جنب نحط فيه فردة من الحمام بالشكل ده. ومعايا نص فرخة مشوية على الفحم. انا اشترينا الفرخة وبعتناها تتشوي في المطعم على الفحم مع الكفتة والريش. هي مش محروقة يا جماعة، هي مشوية على الفحم، بس عشان الفرخة حجمها كبير شوية ف واخدة لون، لكن هي من جوه مستوية جدا. و... وده مش حروق، دي زيادة تسوية. هنحط نص الفرخة في وسط الصينية، ونحط ما بين كل صابعين كفتة ريشة بالشكل ده. وبعدين هنلفها بقى بالورق الفويل كام طبقة كده، عشان تدنها دافية لحد ما توصل لعروستنا بالسلامة ان شاء الله. وربنا يفرحكم جميعا بأولادكم يا رب العالمين، ويفرحنا بأولادنا أجمعين يا رب العالمين، ويديم الفرحة عندنا يا رب، اللهم آمين. طريقتها سهلة وبسيطة، احنا هنكلف عليها تكلفة بسيطة. هي مش بسيطة طبعا، بس هنكلف عليها مش زي ما نشتريها من بره. وإلى اللقاء في فيديو جديد.